السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا في قناة توينز ريفيوز. النهارده رجعنا مع مراجعة. في ناس كتير كانت سألتني اشتري الجالاكسي واتش 4 ولا اشتري الجالاكسي واتش 3 الكلاسيك. هتلاقي ان الجالاكسي واتش 3 دلوقتي سعرها قريب جدا من سعر الواتش 4، فانت دلوقتي بين اختيارين: اختار الاختيار الكلاسيكي من الواتش 3 ولا اختار الاختيار السبورت من الواتش 4. النهارده هنعرف مع بعض ايه اللي بيفرق بين الاصدارين وايه الفروق الجوهريه ومين يستاهل اللي انت تشتريه. بس قبل ما نبدا ادعمنا بالسبسكرايب القوي بتاعك وادعمنا باللايك وشير الفيديو ده مع الناس اللي حابه تشتري سمارت ووتش. اول حاجه هنبدا بيها نتكلم عن الساعتين دول. تعالوا نبدا بالتصميم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده ده التصميم وانت لابسه في ايدك تقدر تشوف انه ساعه تبقى شيك على ايدك. ده من حيث الشكل. ده طبعا الواتش 3 الكلاسيك زي ما انتم شايفين كده. ده ال 45 مليمتر. فيها طبعا البزل زي ما انتم شايفين تقدر تقلب بيه، تقدر تستخدمه تعلي بيه الصوت، تعلي بيه الإضاءة، كل حاجة تقدر تستخدمها عن طريق البزل الفعلي ده. ده التصميم زي ما انت شايف. هنا الزرارين وهنا طبعا السبيكر وهنا المايك. الساعة خامتها طبعا بريميوم، بيجي معاها الاستراب بتاعها جلد كده، وفي الغالب طبعا جلد طبيعي من تصميم شركة سامسونج. طبعا حاجة بصراحة شياكة جدا لو انت بتحب الحاجات دي والساعات اللي بتصميم كلاسيك وفي نفس الوقت سمارت. زي ما انت شايف ده الواجهة بتاعتها وده الشكل بتاعها في الايد. لو انت بتحب الساعات دي هتبقى كويسة جدا. الكلاسيك ارشحهولك لو انت بتحب الحاجات الكلاسيك. طيب تعالوا كده نبص بصة سريعة على الساعة الواتش 4 بقى السبورت. ده التصميم بتاعها طبعا شكله اصغر شوية من الواتش 3 زي ما احنا شايفين، بس حاجة بسيطة لان دي 44 ملم. من هنا من الجنب برضو زرارين، بس الزرارين شكلهم يعني شايف ان هم شكلهم اشيك شوية وبعيد شوية عن الصدمات عشان هم مش بارزين قوي زي الواتش 3 زي ما انتوا شايفين. من الناحية دي طبعا زي ما انتم شايفين السبيكر والمايك وكل الحاجات الموجودة والسنسورات تحت زي الموجودة في الإصدارين بالظبط. طب تعالوا النهارده نشوف ايه هي الفروق الجوهريه بين الاثنين وايه الحاجات اللي بيشتركوا فيها. الوزن هنا طبعا اتقل شويه لان الخامات هنا بتختلف. في الفئه الكلاسيك نفس الخامات الموجوده في الواتش 4 الكلاسيك. الوزن هنا 53 جرام تقريبا، هنا 30 جرام. فطبعا هنا الوزن لو انت بتحب الساعات الخفيفه هتجيب نسخه السبورت من الواتش 4 لان الخامات بتاعتها من الالومنيوم. الالومنيوم طبعا اخف من الستانلس ستيل المستخدم في الواتش 3. هتقول لي مين اقوى في الخامه؟ هقول لك اكيد الواتش 3 الكلاسيك. الخامه بتاعتها اقوى وبريميوم اكتر من الواتش 4 السبورت. الساعتين دول من شركه سامسونج نفس المعيار بتاع مقاومه الميه لحد 50 متر الاي بي 68. هنا الاسترابات بتاعه الساعه دي، هنا الساعه دي بتستخدم الاستراب ال 22 ملم، اما هنا اقدر استخدم الاستراب ال 20 ملم زي ده بالظبط. زي ما انتم شايفين ده استراب خاص بالواتش 4 الكلاسيك والسبورت. هتلاقي هنا مكتوب 20 ملم، دي اللي تقدر تركب عليه، لكن انت ما تقدرش تركب ده على الواتش 3 عن تجربه شخصيه. انت لو كنت بتستخدم الواتش 3 وعندك استرابات كتير ليها حبيت تعمل ابجريد للنسخه الواتش 4 للاسف مش هتستخدم الاسترابات بتاعتها على الواتش 4. الشاشتين 1.14 انش من نفس النوع سوبر اموليد مع كثافه بكسلات اقوى شويه في الواتش 3. طيب اهم نقطه دلوقتي ايه الفروق الجوهريه بين الواتش 3 والواتش 4. هنبدا بالواتش 3. الواتش 3 عندنا نظام التشغيل التايزن. تايزن ده نظام سامسونج كانت عاملاه للاجهزه الويرابل الصغيره الحجم. هنا مش مبني على اندرويد، فطبعا مش هتلاقي عندك هنا غير الجالاكسي ستور، مفيش عندك هنا جوجل ستور. يعني انت عندك هنا التطبيقات شويه اللي هتبقى متاحه للاصدار ده من الساعات مش هتبقى كتير زي الحاجات الموجوده للواتش 4. دي السيتنج بتاعتها طبعا زي ما انتم شايفين مختلفه في كل حاجه. لما تيجي دلوقتي اوري لك نفس الكلام ده في الواتش 4 هتلاقي قد ايه اختلاف كبير. زي ما انت شايف كده دي كل حاجه عن الساعه. تعالوا نشوف كده الاباوت التايزن. زي ما انتم شايفين دي الفيرجن بتاعته. طيب احنا عندنا بقى في الواتش 4 اول مره تحصل من شركه سامسونج ان هي تدعم الساعات بتاعتها بوير او اس المبني على اندرويد بالظبط زي موبايلات سامسونج. لو انت استخدمت موبايلات سامسونج قبل كده بالظبط نفس الموبايل كل حاجه زي الجالاكسي بالظبط. لو انت تيجي تشوف هنا الاباوت عن الواتش هتشوف هنا كل حاجه موجوده عن السوفت وير بتاعها. الوان يو اي الواتش الاصدار الثالث، وعندنا هنا جوجل بلاي خدمات جوجل بلاي وير او اس وكل حاجه مبنيه على الاندرويد. عشان كده هنا هتلاقي لو انت هنا رجعت هتلاقي هنا اللي انت ممكن عندك الجوجل بلاي. عشان كده التطبيقات هنا مدعومه اكتر من الواتش 3.
مش بس السوفت وير المختلف في الاصدارين دول من الساعات، ولكن كمان المعالج مختلف في الساعتين دول. يعني احنا عندنا مثلا الواتش 3 اكزينوس 9110 10 نانومتر ثنائي النواه، اما عندنا في الجالاكسي واتش 4 اكزينوس 920 5 نانومتر وثنائي النواه. عندنا هنا في الواتش 3 البطاريه 340 ملي امبير، وعندنا 361 ملي امبير طبعا لصالح الجالاكسي واتش 4. ولكن انا لما جربت الاثنين حسيت ان البطاريه بتاعه الواتش 3 كانت بتفضل اطول معايا شويه من الواتش 4. الاثنين طبعا بيشحنوا شحن وايرلس، والشاحن ما يختلفش في الاثنين. عندنا بقى في الساعة الواتش 3 دي بيجي التخزين بتاعها 4 و8 جيجا تخزين. انا عندي هنا الساعة اللي معايا 8 جيجا تخزين داخلي، وعندك هنا الرام بتاعتها 1 رام بس. فعشان كده طبعا تقدر تحمل عليها اغاني، تقدر اللي انت تحتفظ بيها بالملفات، مش شرط تبقى على الموبايل بس زي الاصدارات القديمة، لا تقدر تحمل على المساحة الخاصة بالساعة نفسها. اما بقى الواتش 4 المساحة بتاعتها بتيجي ضعف الواتش 3، يعني هنا المساحة الداخلية 16 جيجا بايت، حجم الرام 1.5 جيجا رام، يعني فرق نص. ده طبعا هيفرق في الاستخدام بتاعك. السؤال المهم اللي دايما بيتسال عن الساعتين دول، انا اقدر لو انا بستخدم الاي او اس، بستخدم ايفون، اقدر ان انا اوصل واتش 3 على الايفون؟ تقدر توصلها على اندرويد وعلى الايفون، مفيش فيها مشكله. اما الواتش 4 لازم تفكر مليون مره لو انت من مستخدمي الايفون. الساعه دي ما بتقبلش توصيل غير على للاسف النظام الاندرويد، لان هي وير او اس المبني على الاندرويد. فانت لو معاك اي او اس ما رشحلكش الساعه دي، ورشح لك الساعه دي. الاصدارين دول من شركه سامسونج يعتبر نفس المستشعرات الموجوده في الساعتين، بنفس الوظائف بنفس كل حاجه. ولكن طبعا هنا الواتش 4 بتختلف شويه في انها بتتميز بالقياسات الحيويه للجسم، اللي هو البادي كومبوزيشن، اللي انت ممكن تجيبه من هنا زي ما انت شايف. ده اللي بيجيب لك ان كتله الدهون قد ايه، نسبه الميه في جسمك قد ايه، كل حاجه موجوده عن طريق السنسور اللي كنا اتكلمنا عنه في الفيديو الخاص بالساعه دي، هتلاقيه في وصف الفيديو تحت. الميزه دي مش موجوده ومش مدعومه في الواتش 3. طبعا هنا برضو بتزيد اللي انت تقدر تقيس هل انت بتشخر ولا لا وانت نايم، كنا برضو شرحناه بالتفصيل في الفيديو بتاع المزايا الموجود في الوصف عندك، هتلاقيه تحت، هيفيدك جدا. تقدر انت ترد على المكالمات عن طريق الاثنين، لان الاثنين زي ما قلنا فيهم مايك وفيهم سبيكر، تقدر توصل السماعات البادز بتاعتك على الاثنين، مفيش فيها مشكله. هنا بس في الواتش 4 بتزيد شويه حاجات كده عشان ترد على المكالمه وتقفل المكالمه، اللي هي حركات وايماءات مش موجوده في الواتش 3. اختلاف كبير طبعا في واجهه التشغيل زي ما انت شايف، دي شكل القوائم هنا شبه الموبايل قوي. اختلاف كبير قوي في واجهه التشغيل وفي المعالج وفي الاداء. فعلا الاداء هنا طبعا لصالح الواتش 4 والواجهه لصالح الواتش 4. ولكن في 2022 الايام دي بما ان سعرهم بقى متقارب بدرجه كبيره، يا ترى تشتري مين فيهم؟ اعتقد ان الاجابه واضحه ومش محتاج اقول لك ان انت لو بتستخدم ايفون هتضطر تجيب الواتش 3، لو انت بتستخدم اندرويد هيبقى افضل خيار اقدر ارشحه لك الواتش 4 بالاصدارات بتاعتها. دي كانت مراجعه سريعه، اتمنى تكون مفيده ليكم. ما تنساناش في السبسكرايب، ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو ده مع اصحابك. دمتم في خير، سلام عليكم.